بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المركز الدولي للبولينج بمدينة نصر، يسعدني أن أكون معكم الدكتور أحمد عفيفي لنقل فعاليات الحفل الختامي والمباريات الختامية لكأس مصر للفرق. الحقيقة البطولة بدأت يوم السبت اللي فات، بتختتم فعالياتها اليوم. شارك في هذه البطولة العديد من الفرق المشهرة في الاتحاد المصري للبولينج، أهمها نادي وادي دجلة ونادي الشرطة ونادي الجيش والزهور والأهلي. إجمالي عدد اللاعبين في البطولة تجاوز 90 لاعب ولاعبة. زي ما حضراتكم شايفين، بنستعد لفعاليات وختام هذه البطولة بقوة. والحقيقة وصل إلى المنصة الرئيسية سيادة اللواء حنفي رياض رئيس شرف الاتحاد، واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد، والأستاذ فاروق هريدي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي وعضو الاتحاد المصري. الحقيقة إن هم حريصين على متابعة نهائيات هذه البطولة من المركز الدولي للبولينج بمدينة نصر. المباراة الختامية اللي هنتابعها مع حضراتكم هتبقى في السيدات بين منى سلطان وعلياء إسماعيل، وبالنسبة للرجال هيبقى أيمن هاشم هيلعب مع طارق مظلوم على بطولة على كأس البطولة. ودي المباريات الختامية الحقيقة إن شاء الله اللي هنشوف فيها لقاء قوي جدا بين اللاعبين المتنافسين على ختام البطولة. قبل ما نبدأ اللقاء وقبل ما نتابع اللقاء، يسعدني أن يكون معي السيد اللواء أركان حرب حنفي رياض رئيس الاتحاد العربي والمصري الأسبق ورئيس شرف الاتحاد المصري الحالي، واللي كان لينا شرف الحقيقة أنه يبقى موجود معنا النهاردة. أهلا بيك سيد اللواء حنفي. اهلا وسهلا، ازيك يا صاحبي؟ كل سنه وانتم طيبين. يمكن حضرتك حريص على متابعة فعاليات ختام بطولة كأس مصر النهاردة. أحب أعرف انطباعك العام عن البطولة وعن البطولات المحلية بصفة عامة اللي بينظمها الاتحاد. طبعا انا سعيد طبعا لان البولينج ده بقى جزء هام في حياتي، يمكن انا بالذات يعني، لان زي ما انت بتقول كده احنا بدأنا البولينج ده من سنة 97، ويمكن كانش لسه في حد يعرف يعني ايه البولينج يعني، واحنا ما كناش نعرف، انما الحمد لله قدرنا ان احنا ننشر هذه الرياضة، ونقدر نقول انها حطيناها على خريطة الرياضة في مصر. وكل بطولة بتتعمل دي بتزيد من شهرة هذه الرياضة، وبنقدر نقول ان الحمد لله ان الناس اللي ماسكة رياضة البولينج حاليا او الاتحاد المصري للبولينج بيبذلوا اقصى جهد على اساس يوصلوا بهذه الرياضة الى المستوى اللي احنا بنقول عليه نقدر ننافس بيه في البطولات سواء العربية او الاقليمية اللي هي اسيا، لان احنا نتبع قارة اسيا كرياضة بولينج، لان مفيش يعني يا سيد اللواء حنفي نقول خير خلف لخير سلف. يعني احنا الحقيقة اللي اذا كان شوف احنا كلنا هدفنا واحد، احنا سواء احنا او كان اللواء احمد نصر لما مسك الاتحاد برضه ده زميل وبيكمل المسيرة اللي احنا ماشيين فيها، والهدف واحد بالنسبة لينا كلنا، انما ممكن بيختلف اسلوب الادارة من شخص الى اخر، انما احنا كلنا بنسعى ان نبقى البولينج ده له كيان موجود داخل الرياضة المصرية، ونقدر زي ما بقول لك نقدر ننافس بقى، لان احنا بقى لنا اهو فوق ال10 سنوات 12 سنة اهو نقدر ننافس بقى مع الدول العربية، حتى لان الدول العربية ما نقدرش نقول انها ضعيفه او حاجه. لا، ما الحقيقه انت بديت حتى الاتحاد العربي، وانا دايما لما بعلق وبقول اللواء حنفي يمكن البلاد العربيه كانت سبقانا سياده اللواء حنفي في الستينات، لكن اللي حط بذره الاتحاد العربي الحقيقه سعادتك، وتوليت دورتين متتاليتين، ونتمنى انه يعود الى مصر في الدوره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا يعني يمكن انشانا الاتحاد العربي للبولينج هنا في القاهره، وقعد يمكن زي ما بنقول حوالي 10 سنوات، وبعدين لان اللائحه بتاعتنا برضو كانت ان يبقى في دورتين متتاليين، وبعدين السعوديه خدت هذه الدوره اللي هي شغاله حاليا، و
نتمنى ان هو طبعا في الانتخابات القادمه ان يعود الاتحاد العربي لمصر، لان ده بتبقى قيمه كبيره. وبعدين الدول العربيه خلي بالك من فيها لعيبه من ابطال عالم، سواء قطر او الامارات او البحرين، فيها لعيبه كويسين جدا، لان دول بداوا قبلينا يمكن ب 25 سنه. يعني في النهاية احنا بنشكر سيادة اللواء حنفي رياض وسعداء بوجودك النهاردة في ختام بطولة كأس مصر، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تباعا مع سيادتك إن شاء الله. أنا اللي شاكر ليك جدا، وربنا يوفق الجميع يعني، ونسمع دايما كده في بطولات وانتصارات، ونخرج من المحنة اللي احنا فيها دي، اللي فيها البلد حاليا، لأن الرياضة هي اللي هتساعد على ان الناس تعود تاني لحالتها الاصليه باذن الله. شكرا يا فندم. متشكرين جدا. نعود مره